السلام عليكم، مرحبا بمشاهدينا الاعزاء ديال الصفحه الرسميه ديال النادي الكناسي لكره القدم. انا سعيد بالتواصل مع الجمهور ديالنا الكريم، جمهور اللي غايور على الفريق ديالو. حنا كنحيي فيهم هاد الغيره هادي، وهاد الخرجه ديالي اليوم كنشوفها ضروريه، لان كثر اللغط وكثر شويه ديال القيل والقال. كاين بزاف ديال الاشاعات واكثر من ذلك كذوب على الفريق، اللي يقدر ينعكس سلبا على المسار ديال الفريق، خصوصا حنا امام محطات مهمه في الاسبوع المقبل. كما كتعرفوا بان جماعه مكناس سوف تعقد دوره اللي بين النقاط اللي غادي يتداولوا فيها هي منحه ديال او الشراكه مع النادي الكناسي. شراكه مهمه معوله ديال النادي الكناسي باش تعاونوا في الجانب المادي باش يكمل المسار ديالو هذه السنه في احسن الظروف. نبدا بواحد التشخيص صغير مبسط وكنوجهه بالخصوص لاصحاب العقول الكبيره، الناس اللي كيناقشوا الافكار، الناس اللي يعني كيستحضروا دائما المصلحه ديال النادي، كيفكروا بعقلانيه وبمنطق بعيدا عن العاطفه. النادي الكناسي فريق اللي عانى، كان مستنقع 7 سنوات في الاقسام ديال الهواة، عانى معاناه شديده اللي كيعرفوها جميع الناس. يعني على سبيل المثال في 2019 كنا في هذا المكان نيت، ولكن ما كانش الضوء، ما كانش الاضاءه. كنا نديروا العقود للاعبين تحت الشمع، يعني كانت حاله مزريه، ومساله اللي كان غيديها الفريق غاليا، يعني كان مهدد بالسقوط في هذيك السنه في موسم 2019 2020. ولكن تضافر جهود ديال الناس وديال المغايورين المحبين استطعنا باش نجنبوا الفريق يعني الاندثار. في المواسم اللي من بعد كان الالتفاف على الفريق، والفريق بدا كيسترجع شويه الانفاس ديالو. التحقنا بالفريق وقدرت انا شخصيا والمكتب ديالي في سنه واحده في الولايه ديالنا باش نحققوا الصعود، وكنا مآمنين يعني بهذا الهدف هذا. سطرناه في الاول، اشتغلنا عليه بجديه بتضحيه كبيره في الجانب المادي وفي الجانب يعني تا جانب ديال وقت. يعني ما بخلناش على الفريق، ضحينا، جاب الله التيسير وصعد الفريق، يعني التحق بالقسم الاحترافي الثاني. وهذا شرف يعني ماشي غريب على النادي، شرف للنادي وشرف للمدينه، وهذا مستحق. ولكن دائما خصنا نكونوا واقعيين وعقلانيين ونستحضروا واحد المساله اساسيه، بان بعد ما تحققنا الصعود ما كانش واحد الدعم مادي متناسب مع الهدف اللي تحقق. انما ما مسناش شي حاجه، ما فرحناش بالصعود هذا. يعني مورا الصعود لقينا راسنا بوحدنا، وواجهنا منع ديال الانتدابات يعني بمجهودات الشخصيه ديالنا وديال اعضاء المكتب، واستطعنا باش نتغلبوا عليها. فيما يتعلق بالاستعدادات حنا كنا من الفرق السباقه اللي بدينا التدريب في 20 شهر 7 كما هو موثق في الصفحه الرسميه ديالنا. يعني استدعينا لاعبين ديال السنه الفارطه اللي كانوا يعني كنشوفوهم، اللي كيشوفوهم الاطر التقنيه بانهم سون فالابل باش يلعبوا في القسم الاحترافي الثاني. تعطلنا شي شويه في تعيين المدرب، لان كنا في مفاوضات جد متقدمه مع مدرب من الدار البيضاء، ولكن مع الاسف هو تراجع وبغى يبدل الشروط في العقد، وهذا الشيء اللي جعل باش الالتحاق ديال المدرب يكون شويه يتاخر. كاين بعد
الاشاعات والمسائل اللي مغلوطه اللي كتقال على الفريق من قبيل بان تم بيع لاعبين. انا كنفي هذا الشيء جمله وتفصيلا، لان الفريق ما باع حتى لاعب. جميع العقود ديال اللاعبين انتهت في 30 شهر 6 2023 باستثناء لاعبين اللي هما امين مشكور، يعني ان جون ديال الفريق، وبوليد اللي حنا ما استغنيناش عليهم. حتى هاد الجوج هادو راه بقاو معنا العام استمروا معنا. نفس الشيء فيما يتعلق المدرب السابق اللي كنشكرو حتى هو بهذه المناسبه كنحترموه، ولكن حتى هو العقد ديالو انتهى يوم 30 شهر 6. اذا كما كتعرفوا بان تجديد ديال العقود كتخضع للاراده ولا الرضا ديال الطرفين، ديال النادي وديال ديال اللاعب او المدرب. ولا بغينا شويه نوضحوا هذه المساله هذه، فاحنا كفريق ديال النادي المكناسي يعني جددنا 8 ديال اللاعبين من اصل 20 لاعب اللي كانوا كيلعبوا في اللي كانوا كيتم الاستدعاء ديالهم في المقابلات. 20 لاعب، 8 من 20. اللاعبين الاخرين كاين اللي ما بغاش يكمل معنا، واحد جوج بغاو لانه كانوا ليبر، يعني ابخي لو 36 كانوا ليبر مشاو شافوا فرق اخرين. حنا كنا باغيين نجدوا معاهم، والاغلبيه الساحقه الاخرى اما ما لقاوش فرق او مشاو للفروق ديال الهوات، وهذا الشيء معروف، لا داعي يعني نشرحوا اكثر. كاينه مساله ديال الانتدابات اللي دارت، واش كانت في المستوى ولا لا. خصنا نوضحوا واحد المساله اساسيه، بان الانتدابات كدار على حساب الامكانيات اللي عند الفريق اللي هي كتجد متواضعه. نعطي واحد الرقم، لان مجموع ديال القيمه ديال الانتدابات ديال اللاعبين ديال النادي المكناسي 26 هو، نهضر بارقام اللي كيفهمها العامه يعني بالسنتيم، 260 مليون سنتيم. هذا الرقم هذا الا قسمناه على 26 لاعب كيعطيك واحد المعدل ديال 10 المليون في البرين سينياتور، يعني في عقد ديال يعني منحه ديال التوقيع لكل لاعب 10 المليون سنتيم. هذا المبلغ هذا جد متواضع، ما كيمكنناش باش ننافسوا الفرق الكبرى، خصوصا الفرق اللي هبطت اللي نزلت من القسم الاحترافي الاول، ولا الفرق اللي عندها امكانيات كبيره وعندها دعم وعندها دي سبونسور وعندها يعني دي سيفونسيون يعني كونسيكونت. هذا الشيء كله مزيان، ولكن ما نغفلوش مساله اساسيه، الا وهي شنو هو اصلا الاهداف المسطره. انا دابا كنقولها لكم رسميا بان الهدف المسطر خصوصا في الموسم الحالي راه هو البقاء في القسم الاحترافي الثاني وليس الصعود. ولم يسبق لي بان صرحت بان الهدف ديالنا هو الصعود في هذه السنه هذه، لان هو غيكون الا جلسها غيكون هدف غير واقعي، هدف اللي هو بعيد المنال بالنظر الى الامكانيات المتوفره. يعني الانسان دائما خصو يسطر اهداف ويراعي الامكانيات اللي عنده، يعني ليزوبجيكتيف افيك لي مويان. الا درتي واحد لوبجيكتيف كبير وما عندكش لي مويان غتكون يعني غيكون داكشي ماشي جدي. هذه مساله اساسيه. علاش؟ لان باش نهضروا على النتائج المحصله عليها دائما خصنا نقارنوها نتائج بالمقارنه مع الاهداف المسطره. قبل ما نخوض في النتائج المحصل عليها نذكر المشاهدين الكرام بان نتائج الدورات الاولى خصوصا الخمسه الدورات او حتى العشره فهي لا يعتد بها وما كتعطيناش واحد الصوره، تعكسش واحد الصوره الحقيقيه للانديه. بدليل نعطي الامثله، يعني السنه الفارطه كاين فريق اللي هو الرجاء ديال بني ملال انهزم في 13 مقابله، وكاين
استطاع باش يضمن البقاء. كاين فريق يعني بعشرة ديال المقابلات انهزم فيهم 10 المقابلات، اللي هو بالرشيد، واستطاع يصعد للقسم الاحترافي الاول. ومساله ديال الهزائم وارده في كره القدم، ما عرفنا ما سمعنا بان شي فريق في 30 دوره ربحهم كاملين وجاب 90 نقطه. دونك مساله عاديه. بالنسبه للنادي المكناسي اللي كيهمنا الامر ديالو، لعب 4 د المقابلات، كاينين 3 خارج الميدان، انتصر او تعادل بيتو في 2 المقابلات مع سريع واتزم ومع اتفاق المراكشي، ونهازم مع جديده الدفاع الحسني جديدي، ونهازم في مقابله في الميدان مع خنيفره. الا بغينا نحلوا هاد النتائج هادو، نبعدوا شويه من العاطفه ونكونوا واقعيين. بما ان الفريق بغى يضمن البقاء، فبطبيعه الحال غتكون مجموعه ديال المباريات اللي غينهزم فيها في الموسم طيله الموسم، يعني 30 مقابله، غتكون في حدود بين 10 حتى 12 مقابله. حنا نتمناو ما تكونش هذه السميتو، تكون اقل، ولكن يعني في لو سيناريو لو بلو بيسيميست هذا الشيء اللي غيوقع. اذا جد وارد باش ينهزم 10 مرات، 10 مقابلات. دونك حاليا انهزمنا في 2 مقابلات، كنعتبر الامر طبيعي، لان انهزمنا مع فروق ديال المقدمه، مع الدفاع الحسني الجديدي، فريق اللي مارس في 10 سنوات الماضيه على الاقل في القسم الاحترافي الاول. حنا ملي كنا في الهوات 7 سنين هو كان في القسم الاحترافي الاول، عنده ميزانيه تفوق 7 ملايير سنتيم في السنه، في مقابل الفريق ديالنا اللي كيتمشى بواحد الميزانيه ديال 500 400 مؤخرا 800 مليون 900 مليون سنتيم. دونك فرق شاسع. هو احتفظ بالتركيبه البشريه لانه يعني نزل من قسم اعلى الى قسم ادنى، حافظ على التركيبه البشريه. دونك حنا كفريق ديال النادي المكناسي خلاص عندنا من اقسام الهوات. الفرق شاسع في التركيبه البشريه وفي الامكانيات الماديه. دونك زياده على ذلك بان حنا لعبنا واحد المقابله خارج الميدان، دونك ماشي من المنطقي باش ننتظروا باش النادي المكناسي ينتصر على الدفاع الحسني الجديد. وفي كره القدم اللي هي رياضه، خصنا نتعلموا باش نتقبلوا النتائج، نكونوا رياضيين. هذه رياضه، يعني الرياضه فيها كره القدم فيها انتصار والتعادل والهزيمه، ونتقبلوا النتائج خصوصا ملي كتكون منطقيه. يعني حنا دابا انهزمنا كما قلت مع المتصدر، ولا ما نقولها بالدارجه الا ما خسرناش مع جديده مع غادي نخسروا هاد 10 المقابلات، واش حنا غادي نربحوا مقابلات كاملين. كمثال اخر ولا كمعطى اخر، في السنه الماضيه في القسم الاحترافي الثاني جميع الفرق حتى اللي طلعت حتى اللي حققت الصعود كلهم انهزموا على الاقل 6 مقابلات. يعني الهزيمه في المقابله في البطوله وارده، على الاقل خصها تنهزم 6 مرات وبقى طلع. يعني كما شرت سابقا بان فريق بالرشيد انهزم 10 المقابلات وحقق الصعود. يعني الهزيمه ماشي عائق كبير وعاديه ونتقبلوه. انهزمنا مع المتصدر، انهزمنا مع 2 فروق اللي كيحتلوا المرتبه الاولى والثانيه، مساله عاديه. حنا خصنا نحترموا، وكنطلب من الجمهور الكريم باش يحترم الفريق ديالو ويشجعوه وما يحملوش كثر من الطاقه ديالو. هنا فقط فوق طاقتك لا تلام. يعني فريق طلع صعد من الهوات، ما غاديش نديروا الضغط على الفريق ونقولوا غتربح في داخل الميدان وخارج الميدان. ولا الناس ولفوا مثلا السنه الفارطه كنا كنربحوها خارج الميدان، فهذه كنا في الهوات وكنا متوفقين وكانت الامكانيات ديالنا الماديه اكثر من الفروق ديال الهوات، وشيء طبيعي. وكان عمل ديال المكتب وديال الرئيس، وهذا الشيء راه كان معروف.
اذا لا مجال للمقارنه بين الهواة شيء والقسم الاحترافي شيء اخر، وكنتمناو في المستقبل باش تحسنوا، لان كننتظروا باش يوقع واحد الانسجام بين اللاعبين، لانهم اللاعبين ان التركيبه البشريه كل لاعب جا من فريق خصو شويه الوقت، وخصنا نامنوا بهذا الفريق الشاب والطاقم التقني اللي هو اللي يعني كيشتغل جدي في العمل ديالو. بهذه المناسبه انا كنهنئهم كاملين حتى اللاعبين الاداء الجيد ديالهم، القتاليه ديالهم كيديروا اللي عليهم. حنا فريق عارفين الامكانيات ديالنا، واقعيين، وان شاء الله الهدف ديالنا غادي نحققوه بالضمانه ديال المكسب، الضمانه الشخصيه ديالي الا بقيت ان شاء الله في رئاسه القودم، يعني كما حقنا الصعود حتى حنا كنضمنوا البقاء. اما المساله ديال تسيير النادي، فالنادي كيتسير من طرف المكتب المسير ولا راسه الرئيس، ونحن كاين مؤسسه الرئاسه اللي فيها انا شخصيا كرئيس، وكاين نائب الرئيس اللي كنحترموه يعني بصفه كبيره، اللي هو السي عز الدين اليعقوبي، اللي هو نائب الرئيس اللي كيشتغل حتى هو بغيره على النادي المكناسي وما كيبخلش عليه، وكنتشاوروا معاه في الصغيره والكبيره، وكنتاخذوا القرارات الكبرى كنتاخذوها جميع باستشاره، وكنستحضروا دائما المصلحه ديال الفريق. اما المساله ديال التسيير واتخاذ القرارات فاللي مسؤول هو اللي كيتخذ القرار، لان لا يعقل بان واحد الجهه ما تكونش مسؤوله تاخذ ديال القرار وانا كرئيس ولا انا كنكسب نتحملوا المسؤوليه. نحترموا الاختصاصات، الجمهور الدور ديالو هو يشجع ينبهنا، ولكن في الاخير ماشي هو اللي كيقرر هو المكسب في حدود الاختصاصات ديال الرئيس اللي واضحه في القانون الاساسي. هذا اللي يمكن نقول واحد المثال كيقول ومن الحب ما قتل، يعني ما خصناش نحبوا ولا يكون الحب ديالنا الفريق يفوت واحد الحدود تنوليو نضروا، تنوليو نفوتوا الحدود، نوليو نضروا الفريق. يعني رأفة بهذا الفريق عانى الكثير، ما ندخلوش في شي ازمات هو في غنى عنها. دونك مزيد من اليقظه، مزيد من المسؤوليه، من التبصر، ونخدموا العقل ونبعدوا من العاطفه، لان هذا الشيء تسيير ما ساهلش. ما كنسيروش فريق عن طريق الفيسبوك وفي العالم الافتراضي، راه التسيير كيكون في الواقع، كنسيروا على ارض الواقع. كاينه مسائل اللي خصنا نوفروها للفريق ديالنا اللي هي ماديه، راه ماشي ملي كنبغيو نصيفطوا الفريق مثلا نرسلوه اون ديبلاسمون كنكتبوا تدوينه ولا نكتبوا شي حاجه في فيسبوك، لكن راه خصنا نوجدوا مسائل ماديه من مصاريف التنقل، يعني نوفروا جميع الظروف للفريق باش يشتغل في اريحيه. وشكرا لكم.